فالبيرسونال براند مش فكره ان انا اسمي كذا ودراستي كذا وشغال في كذا، لا ده مش بيرسونال براند، ده ديسكريبشن بتاعك. مع كل احترامي من غير ما تزعلوا مني يا جماعه، ما حدش مهتم بيك. نوران قنديل عرفت تلعب على البيرسونال براندنج بتاعتها كويسه جدا، او بطريقه ذكيه جدا. السوشيال ميديا بتحب البساطه، الستوري تيلينج بيحرك 3 حاجات اساسيه من وجهه نظري انا، ودايما بقول للكلاينتس بتوعي انت عارفه انا امتى جهزت نفسي ورحت صورت في استوديو محتوى بروفيشنال بمونتاج بايديت بروفيشنال؟ امتى؟ بعد تقريبا سنه من المحتوى بتاعي. اقول لك على حاجه قويه جدا في البيرسونال براند برضو هتفيد اي حد عايز يشتغل على البيرسونال براند بتاعته. البيرسونال براند باختصار بسيط جدا هي الصوره بتاعتك، شكلك، انت عايز تظهر ايه قدام الناس. يعني انا مثلا دلوقتي لو حد يعني قال لي انت هلا البيرسونال براند بتاعتك اقوى حاجه فيها ايه؟ انك تكون معروف في مجالك والناس بتثق فيك وفي شغلك، ولما يجي اي حد يسألهم عن السيرفيس بتاعتك انت اول واحد تيجي في بالهم ويرشحوك. دي حاجة سهلة؟ اكيد لا. بس لو عندك بيرسونال براندنج قوية بتتكلم عنك وعن شغلك فيها، مش هتحتاج انك تخبط على باب الكلاينت بتاعك عشان تقدم شغلك. النهاردة هنتكلم عن اصول البيرسونال براندنج وازاي تلعبها صح. انا مروة معتز وليكس توك. مشرفاني النهارده ديجيتال ماركتير هلا هيثم. هلو يا هلا. اهلا يا منى، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله حلو. انت عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. منورانا حبيبتي. نورك. البيرسونال براند والبيرسونال براندنج وقصه البيرسونال براندنج ما مالي النت دلوقتي حد يقول لك الفيس اطلع دي. من البيرسونال براند. يس الفيس دي دلوقتي متهيألي احنا خلاص اتحشرنا فيها ومش هنطلع منها. احكي لنا الاول عن البيرسونال جيرني بتاعتك وبعد كده نخش منها على البيرسونال براندنج. حلوه الدخله. اولا اهلا بيكي وشكرا لاستدعائي، ده شرف ليا والله. والله ميرسي. بصي يا ستي، انا بادئه حياتي في الماركتينج والسوشيال ميديا عامه بقالي بنتكلم في 7-8 سنين. من لما كنت في الامارات، انا اصلا دارسه ومتخرجه من الامارات من جامعه استراليه. اوكي. درست اعلام وتسويق، ومن ساعتها من وانا صغيره مقتنعه جدا بحته ان انا عايزه اعمل حاجه فيها حركه واختلافات طول الوقت، مش افضل قاعده ثابته. اللي ما يعرفوش بقى ناس كتيره ان اصلا كل اللي حواليا دكاتره، والدي ووالدتي واختي واخويا عايز يدخل برضه تقريبا طب معاه ولا هندسه مش فاكره والله. انا الوحيده طلعت كده. انا مع اني شاطره في الطب وكنت انفع في الطب حلو قوي، بس ما كنتش شايفه نفسي فيه. كنت شايفه نفسي ان انا عايزه اعمل حاجات كده مختلفه وكرييتيف، يوم هنا في ايفنت واليوم اللي بعديه مثلا قاعده في مش عارف فين، اليوم اللي بعديه مسافره. فبحب الحركه. ايوه بالظبط، احلى حاجه اللي بالنسبه لي دي فاهمه زي ما قاعدين دلوقتي. ايوه. بس فدخلت بقى خدت الشهاده في الجامعه في التسويق والاعلام. هو كان الشهاده حرفيا اسمها ويب ميديا اند ماركتنج، اعلام وتسويق. اوكي. فكانت زي دبل ميجر، ميكس ما بين الاثنين. وما كنتش حابه قوي الماركتنج في الاول، ما كنتش فاهماه قوي يعني، لحد ما دققت فيه لقيت نفسي هو ده اللي انا عايزاه، مع اني كنت عايزه ابقى مخرجه افلام في الاول اصلا. حاجه تانية خالص. لا بالعكس، الاثنين دلوقتي بيوازنوا بعض جدا. والاثنين دلوقتي يعني ما ينفعش ان انا اعمل ده من غير ده، وما ينفعش اعمل ده من غير ده. اوكي. وما ينفعش اي حد يعمل ده من غير برضو يفهم الماركتينج وازاي اسوق لنفسي صح وكل الكلام ده. حلو. بس يا ستي فدخلت في المجال ده، بدأت كونتنت كصناعة محتوى بقالي تقريبا رينج السنتين، داخل على سنتين اهو. من قبلها وانا بقى كنت شغالة في السوشيال ميديا مع براندز وبزنسز، وبمسك اكاونتس لناس واسامي وكده ما بين الامارات ومصر. حلو قوي. جيت مصر بقى ولقيت نفسي هنا، ودلوقتي حرفيا لو حد قال لي انت ساكنه فين ولا عايشه فين، انا اقول له مش عايشه في حته مستقره، انا ما بين مصر والامارات. اوكي. بس حلو قوي. دايما نتكلم عن السوشيال ميديا هيرو بيرسونال براندنج. ايه بيرسونال براندنج وبدات ازاي ايه الحكايه؟ بصي، هي الفكره مش بدات ازاي، الفكره جايه اللي هو ليه الموضوع ده طلع ترند دلوقتي. ليه البيرسونال براندنج طلع ترند دلوقتي، وكل شويه حد يقول لك لازم تعمل بيرسونال براند، لازم تعمل بيرسونال براند. بس انت عارفه اصلا ان فكره او معنى البيرسونال براند مغلوط ومفهوم غلط عند ناس كتيره، ممكن يكونوا اللي بيتكلموا اصلا عنه. اصلا البيرسونال براند حرفيا او ان انا يعني اللي مش البيرسونال براند او البيرسونال براند عشان اعرف اوصفه صح، مش انا ايه وبشتغل ايه خالص. البيرسونال براند مش انا ايه وبشتغل ايه. اوكي. البيرسونال براند انا مين وبؤمن بايه. لو حد جه سالني يعني ايه بيرسونال براند، هرد عليه بسؤال واقول له انت عايز الناس تعرفك بايه، انت عايز تتعرف بايه. صح. فالبيرسونال براند مش فكره ان انا اسمي كذا ودراستي كذا وشغال في كذا، لا ده مش بيرسونال براند، ده ديسكريبشن بتاعك، ده ديسكريبشن بتاعك في الكارير. والبيرسونال براند برضو مش بيجي في الكارير بس. يعني انا مثلا دلوقتي لو حد يعني قال لي انت هلا البيرسونال براند بتاعتك اقوى حاجه فيها ايه،
هقول له مثلا حته ان انا بركز على ان انا عايزه ادي للناس خلاصه الموضوع. بؤمن بحاجات معينه ان انا عايزه افيد على قد ما اقدر. بؤمن بحته ان هو مثلا يعني بحب اتكلم بحماس، بحب اتكلم بانرجي، بحب كل ما يكون في حاجه اطلع اشاركها مع الناس، عايزه اطلع بصوره معينه. هي الصوره دي متهيألي بالظبط. البيرسونال براند باختصار بسيط جدا هي الصوره بتاعتك، شكلك انت عايز تظهر ايه قدام الناس. يعني باختصار بسيط سمعتك. حلو قوي. عارفه بقى مشكله كبيره جدا ايه هي، او يعني مشكله كبيره بيواجهوها كتير اللي مش فاهمين البيرسونال براند او مستصعبين الموضوع. تلاقي ناس كتيره جدا تيجي تقولك هو البيرسونال براندنج ده صعب، انا مش عارفه ابدا منين. يعني ايه انا مش عايزه اطلع بوشي اعمل فيديوهات، مش عايزه اعمل كذا، مش عايزه اطلع اتكلم عن شغلي واقول تيبس. هو الفكره مش في البيرسونال براند مش كده خالص. لو حد جاي لي الجمله دي انا هساله نفس السؤال برضو، هقول له او مش نفس السؤال، هساله سؤال مثلا انت بالنسبه لك سمعتك تهمك صح؟ البيرسونال براند هي نفس الفكره، هي سمعتك بس انت بتشتغل عليها. عايزها تظهر ازاي، عايزها تظهر ازاي على قدام الناس وقدام الواقع وكل الكلام ده. بس دلوقتي مش يعني البيرسونال براند او البيرسونال براندنج مش بس اللي بيعملوها دلوقتي الديجيتال ماركتيرز، يعني مش شرط اكون كونتنت كرييتور او ديزاينر او كذا، لا دلوقتي الدكاتره والمهندسين بقوا كمان بيعملوا ليهم بيرسونال براندنج عشان يقدروا يكونوا موجودين في الماركت اكتر. تعالي نتكلم عن الحته دي وازاي البيرسونال براند بتختلف من مجال للتاني. يعني بيرسونال براند في الدكاتره غير حته الهندسه. حلو السؤال ده يا مروه، بس انا هوضح لك حاجه. زي ما كنت قلت لك حته البيرسونال براند مش يعني انا اقول لك على حاجه. دلوقتي جالي مثلا يجي لي دكتور ويقول لي ساعديني اطلع ببيرسونال براند معين، انا مش هقول له طيب يلا بينا دكتور فلان اكس هنكتب في البايو بتاعتك كذا وهتعمل فيديوهات كذا. اوكي. البيرسونال براند بتاعت الدكتور ده قولي مثلا دكتور محمد. حلو. البيرسونال براند بتاع الدكتور محمد هتبقى دكتور محمد عباره عن دكتور دارس كذا، بيحب كذا، بيؤمن بكذا، عايز يشارك كذا، الهوايات بتاعته كذا، عايز يتعرف بكذا، او عايز مثلا بعد 5 سنين والاهداف بتاعته يوصل لكذا. اقول لك على حاجه قويه جدا في البيرسونال براند برضو هتفيد اي حد عايز يشتغل على البيرسونال براند بتاعته. ركز جدا على مشاركه رايك. دي بتقوي البيرسونال براند بتاعتك، دي بتبني البيرسونال براند بتاعتك، لان انت بتتحط في صوره معينه قدام الاودينس او للناس اللي بتسمعك ايا كان اونلاين ولا اوفلاين. ودي نقطه ثانيه هنتكلم فيها. الصوره اللي انت عايز تظهر بيها بتيجي تحت كذا حاجه. ارائك في حاجات كتيره جدا، مواضيع مختلفه، بتؤمن بحاجات ازاي، ايه القيم بتاعتك، انت شايف الدنيا ازاي، شايف اللي حواليك ازاي، شايف الترندات اللي طالعه دلوقتي ازاي. شوفي مثلا اللي يقولك مثلا تلاقي حد في البيرسونال براند بيعمل ترندز على التيك توك بقى ومش عارف ايه والتاني مش بيؤمن بده. هي الفكره زي ما قلت لك البيرسونال براند مش انا شغال ايه بس، جاي اكتر في حته انا بؤمن بايه وايه القيم بتاعتي والفاليوز بتاعتي. ووجوده كمان على السوشيال ميديا زي ما انت بتقولي انه لا يشارك برايه، لو في توبيك معين، لو في ترند معين، لو في حاجه يبقى طول الوقت يعني ليه سوشيال ميديا بريزنس. بالظبط. انت لو شيرت بوست على الستوري مش انت اللي عامله ورا طلع تتكلم، هو ده برضه بيدي فكره عن البيرسونال براند. الشخصيه دي انطباعاتك ايه، ارائك ايه، افكارك بالزبط. ايه هي دي حته البيرسونال براند. كمان هقول لك على حاجه دلوقتي مثلا نفس الفكره للناس اللي برضه واخدين حته البيرسونال براند ان انا عايز اعمل فيديوز بقى واطلع اعمل كونتنت واظهر بوشي وكده، ويقول مثلا انا ما عنديش بيرسونال براند ما اعرفش اعملها ازاي. الناس اللي فاكره ان هي ما عندهاش بيرسونال براند اقول له لا انت غلط على فكره، انت عندك بيرسونال براند بس مش واخد بالك. على السوشيال ميديا البايو بتاعك ده عباره عن بيرسونال براند. الصوره البروفايل بيكتشر اللي انت مختارها ده البيرسونال براند. يعني دي بتدي انطباع. انا مش مثلا بس الفيديوز اللي مش يعني الشكل، الصوره بتاعتي، الايمج، السمعه بتاعتي. احنا مهتمين جدا بالسمعه بتاعتنا في ارض الواقع في الشغل. ما ينفعش مثلا انزل بلبس معين، بهتم جدا ان انا مثلا يطلع دقني بشكل معين لو انا راجل، لو انا ست مثلا الطرحه او شعري بشكل معين. صح. ما هو ده برضو نفس الفكره، ده البيرسونال براند بتاعتي. شكلي عامل ازاي، مؤمنه بايه، عايزه اطلع بايه، عايزه اتعرف بايه، عايزه لما الناس، دي برضو نقطه هتساعد جدا، لما الناس تيجي تعرفني ولا تيجي تقول دي فلانه اللي بتعمل كذا او اللي كذا، ده برضو بيجي تحت حته البيرسونال براند. صح. طيب ازاي احدد التارجت اودينس بتاعي بيزد اون البيرسونال براند بتاعتي؟ بصي الموضوع ده او السؤال ده مفيش رد عليه محدد، لان انا هنا في البيرسونال براند انا مش بتكلم على حته ان انا ببيع سيرفيس او ببيع برودكت معين، انا ببيع براند، ببيع اسمي. حلو. ببيع يعني انا عايزه اتعرف بايه. بس طبعا عشان نرد على السؤال ده الموضوع هيرجع بانت بتؤمن بايه. عايز لما مثلا هو برضو اكيد برضو مش هننكر وبنبعد عن حته ان حتى لو البيرسونال براند هي انت بتؤمن بايه ولا حابب تعمل ايه ولا حابب تظهر بايه، برضو داخل فيها شغلك وهتتكلم عن شغلك وخبراتك والقصه بتاعتك وبدات ازاي وعملت ازاي كل الكلام ده. صح. فعايز لما مثلا بعد مثلا ما تشتغل على البيرسونال براند بتاعتك وتبقى قويه جدا وخلاص الناس عارفه عنك كذا حاجه،
نوع الكلاينت اللي يجيلك عايزه يبقى ايه. دايما حط السؤال ده في بالك، ساعتها انت هتعرف تستهدف التارجت اودينس اللي عايزين يجولك من. يعني مثلا هديكي مثال بسيط جدا بعيدا عن الكلاينتس، انت عايز تتعزم على ايفنتس شكلها عامله ازاي؟ بس صعبه دي قوي ان احنا نفكر فيها في الاول، متهيألي او الكلاينت او اللي عايز يعمل بيرسونال براند انه ايه نوع الايفنتس او ايه، يعني بحس ان بيبقى فيه لخبطه في الاول دايما، عشان كده هما بيبقوا تايهين، ابدا ما ابداش. طب لو بدات انا صح ولا غلط؟ بصي هقولك على حاجه برضو مهمه جدا، البيرسونال براند، التارجت اودينس بتاعي في البيرسونال براند وانا ببدا ممكن حرفيا ما يكونش واضح من الاول، او ما يكونش صح. ظاهر انا عايزه ايه في الاخر، انا نفسي وصلت لحته معينه. مظبوط. يعني مثلا هديكي مثال بسيط جدا، الحاجه الوحيده اللي غلط تعملها وانت بتبدا تظهر على السوشيال ميديا وانت بتقوي البيرسونال براند بتاعتك، هو انك تطلع تتكلم عن نفسك. مع كل احترامي من غير ما تزعلوا مني يا جماعه، محدش مهتم بيك. عارفه انا ممكن اديكي اقوى مثالين لناس ناجحه جدا وعارفينهم دلوقتي بالاسم عن البيرسونال براند بتاعتهم قويه جدا، لان هم بداوا بحاجه معينه وفي حاجه معينه ما عملوهاش خالص. ايه هي؟ ان هم طلعوا اتكلموا عن ناس وقصص نجاح لناس وقصص لناس تانية ويعني حاجات تانية، بعد كده اتعرفوا بالحته دي واتعرفوا ان دي البيرسونال براند بتاعتهم، بعد كده الناس يعني حبتهم هم بقى. ايه ده مين؟ اوبرا وينفري وانس بوخش. صح. ايه ده صح، تصدقي؟ اوبرا وينفري كانت يعني ما بتتكلمش عن نفسها خالص، كانت طول الوقت عماله يعني بتستضيف ناس بتتكلم عن مثلا مسيرتهم، خبرتهم، بدات ازاي، عملت ايه، قصص ناس تانية. يعني اوبرا اصلا اللي هي كانت واحده هوست وخلاص، احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، من اللي بنته والايمجز والناس اللي كانت بتستضيفها والشكل اللي كانت بتستضيف بيه وطريقه كلامها وطريقه اسئلتها از هوست، ده بنى البيرسونال براند بتاعتها. الناس بقت مهتمه تعرف انت مين. طب انت مين بقى. اه نفس الفكره مع انس. صح. وانس ده من اقوى دلوقتي، لان احنا بنتكلم في دلوقتي كالحاجات الحاضره دلوقتي، انس بوخش يبقى من احسن واقوى الاكزامبلز للبيرسونال براندنج على السوشيال ميديا. عندك حق، صح جدا. طيب البلاتفورمز بقى، لو جينا نتكلم عن البلاتفورمز، اختار انهي بلاتفورم تبقى مناسبه اكتر للبيرسونال براند بتاعتي؟ بناء على ايه بختارها؟ بصي يا مروه، عشان ارد لك على السؤال ده برضو بطريقه واضحه، الاودينس بتاعك بنسب مختلفه موجود في كل حته، موجود في كل حته على النت. هتلاقي على الانستجرام شويه، على الفيسبوك شويه، على تيك توك شويه، على اليوتيوب شويه، بس كلهم موجودين في كل حته. فالصح لو حد جه سالني ابدا منين ولا اظهر منين، خليك موجود قدامه على قد ما تقدر في كل حته. ده صح. ده ساعات صح. بحس ان هو بيستنزف طاقه ومجهود ان انا اظهر هنا واظهر هنا واظهر هنا، وهنا بقى بشكل وهنا بشكل وهنا بشكل. عادي يعني لو ما بين 5 اختار 2 مثلا، بعد كده اقعد واحده واحده طور زود من نفسك. بس هي الفكره ان مفيش حاجه اسمها ده احسن من ده. ليه؟ لان الاودينس بتاعك مش موجود في حته واحده بس. يعني حتى مثلا يجي يقول لك طب انا مثلا لو انا بستهدف ناس سيريس شويه وكبيره شويه وكده، فتبقى هروح لينكد انستجرام إن بقى وفيسبوك ولينكد ان وكده، اكيد مش هروح تيك توك. احب اقول لك ان تيك توك نسبه وممكن تكون صغيره، بس تيك توك عليه بليونز، يعني ملايين اليوزرز حرفيا، فالبليونز دول اكبر من بقيه المنصات، فهتلاقي نسبه منهم كبيره. يس. يعني التيك توك مهما كان احنا واخدين ان هو جان زي بقى، أيوة. والاطفال والعيال والترندات السخيفه وكل أيوة. الكلام ده والترندات الهبله وكده، لا عايزاك احنا نقعد عليه بالساعات كتير جدا. وعلى فكره في معلومات كتيره جدا جدا صح. انت عارفه ان في ناس كتيره قوي دلوقتي بدل ما بتجوجل الحاجه هي بتدخل على التيك توك. لسه حالا فيديو كنت بجهزه اعمله بجد، تخيله اتكلم عن حته ان الجوجل بالنسبه للجن زي بالذات ما بقاش سيرش انجن اللي بيروحوا له. صح. التيك توك هو السيرش انجن بالنسبه له، والتيك توك بيطور نفسه كتير جدا من ناحيه الاس اي او والكي ووردز. هو بياخد الكي وورد من هنا وهوب بالظبط. انا يعني انا بدل ما اروح اكتب على جوجل مثلا دلوقتي انا عايزه اروح اتعشى مع مكان في صحابي مع اصحابي يعني بدل ما اروح اكتب على جوجل لانش نير مي احسن اماكن مش عارف ايه، اروح اكتب على التيك توك. صح يلاقي لك هيدن جيمز في الزمالك، ازاي ما تعرفش المكان ده هتفلسي. وكلهم كرييترز. احنا بقينا نسمع لليو جي سي والكرييترز اكتر من المقترحات من جوجل ومن الارتكلز ومن كل الكلام. ايوه لا الارتكلز تحسيها بقت قديمه وكاتب لك بقى قد كده ارتكل على مكان. انا شفت فيديو مثلا اللي هو لازم تجرب المكان ده لو مش عارف ايه، انا مش مهتمه اسمع الباقي، انا عملت سيف وخلاص. يس. اتفرج عليه بعدين او اعمل مثلا سكيب اللي اسرعه شويه. فاصلا يعني السوشيال ميديا is a very 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 powerful tool. يس. وجودك على السوشيال ميديا is very powerful. صح. انت ما ينفعش يعني احنا داخلين على 2025 ما ينفعش ما تبقاش على السوشيال ميديا وباي شكل. اقول لك على حاجه، في قصه انا لسه سمعاها من حد قريب، حد تعرف جدا بصراحه مش فاكره اسمه يعني، بس حد تعرف جدا ان هو مثال رائع للبيرسونال براند. بس اقول لك على المفاجاه، ما بيظهرش بوشه خالص ولا بصوته. كل اللي بيعمله انه بيشير حاجات معينه، يوتيوب لينكس معينه، اراء معينه، لحد ما الاكونت او المحتوى بتاعه اتشهر ان هو بيشارك حاجات معينه. فانا مثلا هرجع للشخص او الاكونت ده كمرجع بالنسبه لي
في توبكس معينه. صح. فده بالنسبه لي بيرسونال براند. اوكي، هو اسمه بس موجود. مختلف شويه عن البيرسونال براند المعروف دلوقتي. بالظبط، هو مختلف جدا تمام. بس انا بتكلم في فكره ان البيرسونال براند مش ان انت تطلع تجهز محتوى وتصور كام فيديو وتعمله اديت وتنزله، ده مش بيرسونال براند. بالنسبه للناس ده هو فعلا المين بروسيس اللي بتبقى ليها علاقه بالبيرسونال براند. فساعات في ناس بتكسل تعمل بالزبط. ده تقول ايه انا لسه هقوم وهصور اقول لك على حاجه، انت عارفه انا امتى، يعني انا بقالي سنتين بعمل محتوى، انت عارفه انا امتى جهزت نفسي ورحت صورت في استوديو محتوى بروفيشنال بمونتاج بايديت بروفيشنال؟ امتى؟ بعد تقريبا سنه من المحتوى بتاعي، سنه كامله عادي جدا بالتليفون بتاعي في اماكن حلوه، بتحرك، بحب اتحرك، بحبش اقعد. يعني فكره اصلا ان انا، يعني هو ليه الناس بتتعب او بتكسل؟ لان هي شايفاه مجهود كبير. لازم البس بشكل معين، صح. واطلع بشكل لائق، واطلع بمش عارف ايه. الموضوع مش بالصعوبه دي. انت مش، يعني انت مش داخل لينكد ان، او انت مش داخل اجتماع مع مديرين. السوشيال ميديا بتحب البساطه، والناس هتحبك انت عشان طريقه كلامك، روحك، بتحب تطلع ازاي، الراي اللي انت بتشاركه. صح. ده ملوش علاقه خالص بالكارير بتاعك، انت هتميكس كذا حاجه مع بعض. فهي دي فكره البيرسونال براند. الستوري تيلينج جزء لا يتجزأ من البيرسونال براند. بالظبط. طيب نتكلم عن الستوري تيلينج شويه. بحس ان الستوري تيلينج دي فن، مش مجرد ان حد بيقول قصه كذا 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 بالزبط. وخلاص. لا، تحس انه كل واحد بتميزه الستوري بتاعته وطريقه القائه فيها. كلمينا شويه عن الستوري تيلينج. ايه موضوع الستوري تيلينج دي لعبتي. انت عارفه ان انا اصلا ميديا ترينر، يعني سوشيال ميديا ترينر، يعني بدرب الناس ازاي يطلعوا يتكلموا على السوشيال ميديا. ازاي بقى؟ هي فكره الستوري تيلينج ليه استراتيجي قويه جدا ان انا اطبقها واعملها على السوشيال ميديا. الستوري تيلينج يا ستي حرفيا اكتر حاجه بتثير الفضول. يعني مثلا دلوقتي تعالي ناخد مثلا فيديو حد بيتكلم فيه عن قصه، ماشي، قصه ايا كان بقى، يعني ما علينا، ستوري تيلينج وخلاص. حلو. ماشي. الموضوع بياخد المشاهد جراديولي، يعني بنبدا مثلا ان هو هوك، انا جالي فضول اعرف اللي هو سمعتي عن كذا كذا اللي عمل كذا كذا وكسب مليون مش عارف ايه. انا انجذبت بالهوك. سمعت القصه، بدا يتبني مشاعر سايكولوجيكلي، انا نفسيا بدا يتبني مشاعر على اللي انا بسمعه، بدات العواطف تتدخل. بدات احس ان انا I'm relating، او انا حاسه ان انا قريبه او يعني اقدر اريليت للي بيتقال ده. ممكن اكون انا بمر بنفس الحاجه، ممكن اكون انا مثلا محتاجه اسمع جمله زي دي. فالستوري تيلينج بيحرك 3 حاجات اساسيه من وجهه نظري انا، ودايما بقول للكلاينتس بتوعي: الفضول، الالهام، والعاطفه. ودي اكتر 3 حاجات انت لو يعني فكرتي فيها في السوشيال ميديا وانت بتطلعي مثلا بكونتنت او كده، اكتر 3 حاجات بتجذب الناس. صح. الهام، حرفيا انا inspiring، انا inspired you تبقي حاجه، تبداي حاجه، توقفي حاجه، تعملي مش عارف ايه، تاخدي القرار ده. عاطفه، انا حركت عواطفك. ايا كان، مثلا انت كنت في مود وحش جدا، حد جه قال جمله ضحكتني، كنت في مود مثلا بعيط ومش عارف ايه، او مثلا مش مقتنعه بحاجه معينه، حد جه قال لي روح وقف اللي انت بتعمله ده، انا كنت محتاجه اسمع الجمله دي من حد. والفضول، انا عندي فضول، بعد كده الفضول ده بيتبني لعلاقه بقى انا ببنيها مع الاودينس بتاعي. صح. وهي دي نفس فكره، هي دي نفس اللي اقدر اقولك انه ينطبق على البيرسونال براندنج والستوري تيلينج للشخص. زي ما قلت، الناس مش مهتمه بيك انت في الاول، مش مهتمه انت قصتك ايه بالظبط، مش مهتمه شغلك ولا عملت ايه. الناس عندها فضول. يعني انا دلوقتي لو شفت فيديو ليك مثلا بتحكي قصه معينه، انا اللي خلاني اكمل الفيديو الاول فضول، بعد كده حسيت ان انا عجبني مثلا اللي انت بتقوله او بتوافق فيه او في ريليشن، يلا نكمل. بعد كده انا عجبني الشخصيه دي، هدخل بقى اشوف حاجات اكتر بيتفرج عليها. فالموضوع بيتحول للاودينس ان هو بيبتدي بفضول، بعد كده بتبني علاقه مع الاودينس بتوعك على السوشيال ميديا. ايه اللي يخلي ستوري تيلينج عن ستوري تيلينج تانية، ان كانت حتى نفس التوبيك، دي تكون مؤثره ودي لا؟ ان انا ما اخدش الموضوع كأن انا بقول سكريبت. اتكلم بقلبك، لا بجد حرفيا اتكلم بقلبك وركز، كأن يعني ما تتكلمش في القصة وانت بتبص على التليفون مثلا او على الكاميرا كأنك بتكلم الكاميرا، انت حرفيا بتكلم حد. لازم تشوف مثلا، يعني مثلا ديكي مثال، في اللحظة اللي انا هقول فيها فلان راح كذا، بدل ما اقول مثلا فلان راح كذا عمل كذا، انا هقول عارفة بقى فلان راح فين. حته الفكره بقى ان انا بسير الفضول، هتبقي بتفكري شويه. يعني هي ممكن تكون مثلا يقولك انتوا بتطولي الموضوع او مش عارف ايه، بس انا طول ما انا قاعده بشارك قصه او بقول قصه مثلا اللي بيتفرج، انا باخد معاه، يعني بطلع معاه فوق وتحت، فضول، على سؤال، على استعجاب، على عارف ايه اللي حصل، عارف طول الوقت بتديله حاجه او هوك كده في النص عشان يفضل مكمل معاك، يفضل مكمل. فهي فكره الستوري تيلينج ان انا اعرف
اثر في اللي بيتفرج من ناحيه ان انا افكر نفسيا وهو بيتفرج على الفيديو ده عند انهي نقطه يبدا يفقد الاهتمام فرجعه له تاني. بس صعبه دي، مش يعني صعب. عايزه حد متمكن. بالظبط، صعبه مش سهله. بس في بيسكس برضو الموضوع، بنقدر مثلا ان احنا ندي زي جايد بسيط جدا. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا انت عايز توصل ايه من الرساله دي او من القصه دي؟ انت عايز توصل ايه مثلا؟ قولي اديني مثال قصه مثلا دلوقتي، يعني لو عايزين. قولي لنا انت مثلا اكتر براند بتعمل ستوري تيلينج حلوه وانت. لا كتير، قولي لنا منهم. كتير. ممكن اوديز، فاتيز دي ما شاء الله عليها. قعدنا معاها في المطبخ. لا 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 لا. وام خالد لا 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 صح؟ مهما نهزر بجد ام خالد دي قويه في البيرسونال براند. ام خالد يعني الموضوع بيضحك والله العظيم، ممكن يكون كوميدي شويه، بس ام خالد دي بجد انا بقيت استخدمها از ان اكزامبل. انت متخيله؟ اوكي. طبعا ده كلاينتس كتير جدا اللي هي بعيد جدا الهدف بتاعهم عن اللي ام خالد بتعمله، بس هي طالعه بصوره معينه وبهدف معين، حرفيا ما بتعملش اي حاجه. هي بتشارك الشخصيه، فاهمه قصدي؟ ايوه. ده بعيد جدا عن الكلاينتس والكاريرز وكل الكلام ده. بس انا بتكلم في فكره اللي هو شخصيه ظاهره على السوشيال ميديا، ناس كتير جدا حبتها. الناس في الاول كان عندها فضول تعرف هو انت حاطه البطاطسه دي على البوتاجاز ليه. دلوقتي بقى الناس بتقول لها رجعينا على البوتاجاز اصلا. انت خلاص هم اخدوا عليها هناك فتمام. احنا يعني مبسوطين وهي. انا بنيت علاقه مع الشخصيه دي وبدات احبها. تعال نتكلم مثلا عن قصه حد كان بدأ مثلا ان هو فقير بقى وما عندوش اي حاجه تساعده ولا ريسورسز ولا طول، ودلوقتي بقى من اقوى الناس واغنى الناس. انا كهلا مثلا كاكسبرت في البيزنس وفي الماركتنج عايزه اشارك القصه دي مع الناس. انا هدفي من ان انا اشارك القصه دي ايه للاودينس بتاعي؟ هل ان انا اشارك قصه لمجرد فضول يعني فيوز بقى، ولا هدفي ان انا الهم الناس عشان في الاخر اقول لهم فانتوا ما عندكوش حجه ابداوا، ولا هدفي ان انا ليه هدف تاني خالص؟ فاكتر واقوى جايد ممكن استخدمه واقول مثلا يعني يساعد اي حد بيحكي قصه، انت هدفك ايه او عايز توصل ايه من القصه دي. اوكي. لان لو هو ركز على النقطه دي هيعرف يعني وهو بيدرسها يوصلها ازاي، هيعرف يوصلها ازاي، يقف عند انهي نقطه، يركز عند انهي نقطه. يعني مثلا دلوقتي لو انا هدفي من القصه دي زي ما قلت لك الهام، في حتت معينه مش هيبقى مهم ان انا اقولها او اذكرها او اطول فيها. فاهمه قصدي؟ بس طيب ايه اهميه التناسق ما بين الستوري اللي انا بحكيها وصورتي اللي انا عايزه اظهرها قدام الناس؟ يعني كتير قوي الناس بتبقى ضايعه وتايهه شويه وتفضل تقول قصص وستوريز وكذا، وتيجي في نص الطريق تكتشف انه انا مش ده الصوره اللي انا عايزه اظهر بيها. انا الستوري تيلينج ودتني في حته تانية خالص. دي مشكله كبيره جدا بتحصل مع ناس كتيره جدا، حصلت مع ناس كتيره جدا فعلا. ايه بتبقى ايه سبب المشكله وازاي يقدروا يعالجوها بحيث ان هم يقدروا يرجعوا؟ سبب المشكله ان هو من الاول مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو عايز ايه، مش عامل هدف. انا شايف ناس كتير عماله بتقول لك لازم تعمل كذا، فانت انا رحت عملت الكذا ده من غير ما افهم انا بعمله ليه، ولا قلد وخلاص. قلد وخلاص. شايف ان انا مش عايز يجي لي فومو fear of missing out. مش عايزه احس ان انا هفقد شيء او مثلا مش هلحق حاجه لو انا ما عملتش الموضوع ده دلوقتي. يجي مثلا هي برضو سنس الفير اوف ميسنج اوت دي استراتيجي ذكيه جدا وصايعه جدا على السوشيال ميديا. ناس كتير اكيد كمان دلوقتي بالظبط كنت لسه اقول لك في ناس قوي كتير بتستخدمها دلوقتي، بتستغل الناس، بتستغل دماغ الناس. اللي هو مثلا الحق اعمل كذا قبل كذا، الحق اعمل مش عارف ايه قبل ما يحصل. ما شاء الله ما نتوصاش، الفكره عايزين نلحق، احنا بنلحق. بس الفكره بقى احنا بنلحق ليه؟ طب يعني ماشي، انا دلوقتي هلحق وعرفت ان دي حاجه مهمه لازم اعملها لو انا عايزه اوصل لنقطه مثلا من A ل B مثلا. حلو. طيب هدفي ايه برضو؟ هعملها ازاي؟ هروح كده وانط وخلاص عشان فكره ان انا بدات. ما هي ازاي برضو؟ ما انا عايزه اوصل لايه في الاخر. فالفكره بقى مش يعني احدد لنفسي هدف معين، احدد لنفسي تايم ستامبس معينه، يعني يبقى الجولز بتاعتي والاهداف بتاعتي تبقى سمارت. بس البيرسونال براندنج ان انا اربطها بالبراند بتاعي ما يبقاش اسهل حاجه. يعني زي مثلا انا بقدم سيرفيس سين، البيرسونال براند عشان اربطها بالسيرفيس بتاعتي ناس كتيره قوي بتبقى ايه خلاص زي ما انت بتقولي هي تاهت وقعت مننا في النص كده، ان هي بدات بتحكي عن نفسها هي اكتر، بقت بتتكلم عليها اكتر ونسيت البرودكت بتاعها ونسيت السيرفيس بتاعتها. ارجع ده تاني ازاي؟ حلو السؤال ده. انت عارفه اصلا برضو هقول لك على حاجه ليه ده بيحصل. لان ناس كتيره جدا مش مهتمه بالبرودكت او بالسيرفيس كبرودكت سيرفيس، هم مهتمين باللي وراه بالظبط. بدا ازاي، عمل ايه الشخص ده. الناس مهتمه بصاحب البيزنس اكتر من البيزنس نفسه. ليه؟ لان البرودكت ده بنسبه كبيره او السيرفيس ده موجود في كذا حته منه بطريقه مختلفه. عشان كده يميز بقى سيرفيس عن التاني.
عشان بالظبط ما تسالي ماي سيرفيس عن التانية، برضو هنرجع لنفس النقطه مهمه جدا، ايه هي الايموشنال ماركتنج، ان انا استخدم العاطفه. يعني مثلا دلوقتي حلو جدا او مهم جدا ان انا اشارك الباك ستوري، القصه الخلفيه او اللي ما وراء الكواليس اللي خلاني اقوم افكر ابدا براند زي ده، او افكر ابدا حاجه زي دي. انا مثلا تعالي نقول مثلا انا مثلا فتحت انا كبراند مثلا، او انا بقدم سيرفيس معينه، فتحت ملجأ للحيوانات. انا مثلا لو جيت حكيت قصتي، او مثلا لو انا قصتي ورا الموضوع ده ان انا كنت ما بحبش اشوف الحيوانات في الشارع بتتأذي، حرام ده يعني الناس تأذيهم ومحدش بيأكلهم اللي بيسموهم كل الكلام ده. فانا هدفي او اللي خلاني اعمل حاجه زي كده ان انا عايزه اساعد الحيوانات دي، او ان انا يعني فاهمه يعني اكون رحيمه بيهم. حلو. فدي قصه بتلمس الناس، صح. بتخلي الناس تشتري القصه فتهتم بالسيرفيس لان اللي وراه، يعني فاهمه قصدي؟ فاهميكي. وده بالظبط اللي بتعرف تطبقه فاتيز. ما انا هنكون واقعيين، ما هو في دونتس كتير جدا في كل حته، في اسامي كبيره الدونتس يعني Yes. معروفه وبنحبها وكل Yes. حاجه، فاهم قصدي؟ طب ليه اروح اجيب دونتس من عشان هي عرفت تحكي صح، عشان هي عرفت تعمل تحكي صح. هي عرفت معدنه في تقرب. المطبخ بتاعها. انا الموضوع وصل للناس بقت عايزه تشتري الدونتس دي لانها من فاتيز، مش عشان هي دونتس. صح. مع كل احترامي ممكن تكون في دونتس احلى بكتير جدا، بس ليه فاتيز؟ عشان هي ذكيه، عرفت تجذبهم صح وتبني علاقه صح وتعمل ايموشنال ماركتنج على انسبيريشنال ماركتنج اللي هو الهام وعاطفه في نفس الوقت وفضول. يعني برضو الجيرني او الفولورز اللويال لفاتيز بيبداوا مثلا بفضول، من دي بتعملي ايه، بعد كده الهام، انا عاجبني جدا ان انت بتعمليه، انت بتلهميني ان انا ابدا الحاجه بتاعتي، بعد كده انا بقيت مربوطه بيكي. صح. علاقه اصل هي بدات تحكي ستوريز وحاجات، مش مجرد هي بتعمل الدونتس ازاي، لا هي بتشارك الناس الدونتس دي وراها ايه، وانا اشمعنى عملت الدونتس دي، ودي اشمعنى حطيت فيها بيستاشيو مش شوكليت. فهي موضوع معاها ان ديتيل قوي، مش مجرد ان هي خلاص طالعه بتقول ان انا دي لا غير ان الناس مهتمه باللي بيحصل ورا اكتر من اللي بيظهر في الاخر، فاهمه قصدي؟ فاهميكي. فدي برضو نقطه مهمه جدا. ايه كيس ستاديز تانية بتحبي تتكلمي عنها كستوري تيلينج او بيرسونال براند؟ لا في كتير، ما فيش حاجه معينه اقدر احددها. طيب اقول لك على سؤال تاني. قولي لي سؤال. مين بيستخدم فومو صح، فومو استراتيجي؟ انا طول الوقت اللي هو ازاي ما جربتش التول دي، ازاي ما تعرفش الاستراتيجي دي. هي فومو الفكره ان انا اعرف استخدمها صح بذكاء من غير ما اعدي حته المصداقيه. دي مشكله كبيره جدا الناس بتقع فيها، ودي مشكله كبيره جدا الناس في الاخر تيجي تقول زي ما انتي قلتي انا ما كنتش عايز تعرف عشان ده. ايوه بالظبط. يعني هي الفومو لو ما اتعملتش صح وبذكاء بحيث انها فعلا تسيرف او تفيد او تدي فاليو او قيمه للي بيتفرج او بيسمع المعلومه او بيستوعب المعلومه، ممكن تيجي في زون كليك بيت. اوكي. ممكن تيجي في زون عدم مصداقيه. انت شدتني في الاول وقلت لي لازم الحق كذا كذا كذا، في الاخر لما لقيت الموضوع اللي هو هي الحقه ازاي يعني، لا يعني الموضوع اصلا مش زي ما انت بتظهره. الموضوع مش بالارجنسي او مش بالكبر ده، او مش فعلا مش هيفيدني قوي بالطريقه دي. فانت بالنسبه لي قلت شويه من ناحيه المصداقيه. اوكي. شعرايه متهيألي ما بين جدا ان انا استخدم. طب ازاي الناس تقدر تستخدم فومو صح؟ على حسب انا عايزه اروج ليه، على حسب يعني لا ملهاش 1 2 3 استراتيجي معينه الناس تقدر ان هي تمشي عليها. استراتيجي معينه على حسب. انا اديني مثال مثلا عشان اعرف نرد على السؤال ده بطريقه احسن. يعني مثلا نورهان قنديل في البراند بتاع الماتشا، هي في الاول بالنسبه لي انا حاسه ان هي كانت بتستخدم الماتشا عادي في الديلي يوز، وفجاه الناس كلها بقت تستخدم ماتشا. نورهان قنديل عرفت تلعب على البيرسونال براندنج بتاعتها كويسه جدا او بطريقه ذكيه جدا. هي جابت برودكت هو اوريدي ترندنج بس هو مش موجود في مصر او في الوطن العربي بطريقه بالطريقه اللي احنا شايفينها او متخيلينها. صح. فعرفت تستخدمه ك بيرسونال براند او يعني من ناحيتها من وجهه نظرها كنورهان قنديل قبل ما تسوق له كبراند او كبرودكت. فهي الفكره بقى ايه، تلاقيها مثلا بتشاركوا معانا وهي مثلا بتعمل حاجه، يعني بتحكي قصه، بتعمل حاجه مثلا مع ولادها، في حاجه هي في حاجه بتعملها. هو انت بتعملي ايه؟ انا عشان بحب نورهان وعشان بحب الصوره اللي هي بتطلع بيها فانا مهتمه اعرف ايه ده. فبقى الموضوع جاي زي باكج عشان اوصل او ادخل في المايند سيت او اللايف ستايل ده جزء منه. يس. زي مثلا فكره اللي هو يقول لك الجروب الماميز مثلا هو عباره عن باكج معين، تحس كده في ستارتر باك ليهم. صح. مش عارفه اللي بتروح تنس بعد ايه، واللي بتروح تجيب ابنها مش عارف فين. لا عاملين يعني لنفسهم روتين او لايف ستايل كده معين. الفكره في اللايف ستايل، الفكره ان انا اعرف ازاي ادخل حته ان انا اجذب الشخص لللايف ستايل، ان هو عشان يبقى جزء من اللايف ستايل ده
دي حاجات معينه بتشكل الموضوع. ماتشا لايف ستايل، سبورتس اوتفيت معين مثلا لايف ستايل، انزل اتمشى مثلا الساعه من كذا لكذا ده لايف ستايل، انزل ستوري بطريقه معينه ده لايف ستايل. فانا دخلت جوه لايف ستايل معين جذاب. اوكي. فاحنا بقينا اتراكتد للموضوع ده از لايف ستايل مش البرودكت. حلو صح. عجبنا اللايف ستايل واقتنعنا بيه، اقتنعنا. يلا نشوف البرودكت بقى. ايوه تحس الناس دلوقتي في كتير قوي بيشربوا ماتشا مجرد ان هي اتس ا هيلثي ستايل. انا تمام. انا ما ان هي اقول لك على حاجه، ماتشا از considered a part of personal brand. يعني انا بالنسبه لي كهلا انا مدمنه ماتشا بجد، وهي اقدر اقول ان هي حاجه من البيرسونال براند بتاعتي. ما هو انا عايزه، اصل الماتشا بتيجي تحت فكره ايه؟ هيلثي لايف ستايل، ناس بكلاس او بشكل معين مش عارف ايه. فانا لو انا مثلا واحده طالعه ديت قلت لحد مثلا او نزلت ستوري وانا بشرب ماتشا، سايكولوجيكلي غصب عن اللي بيتفرج وهو مش واخد باله او بيشوف الستوري دي ممكن يحطني في زون اللي هو هي من زون الناس اللي بتحب الحته دي. فهمتك. حته اللايف ستايل ده هي عايز تظهر بالشكل ده، بدل مثلا ما اكون قاعده على القهوه بنزل كوبايه وبشرب كوبايه شاي ونزلت ستوري. انت فاهمه الفكره؟ فهميك. هي بترجع برضو لشكل انا عايزه اطلع بشكلي عامل ازاي. فهميكي. ماشي. بس ايه الاستراتيجيز اللي مكمله معانا في 2025؟ لا كتير كتير، بس انا بدل ما اقول لك استراتيجيز انا هقول لك على حاجه. قولي لي. محدش يزعل مني بس للاسف محدش هيكتشفك مهما عملت، يعني ما حد وانت دلوقتي قاعد مفيش حد هيجي يقومك من مكانك ويكتشفك. محدش هيكتشفك خالص، انت اللي هتكتشف نفسك. فما تفضلش قاعد مستني ان حد يجي ياخدك ويقولك انت شاطر في كذا يلا هساعدك وازقك تعمل 1 2 3. محدش هيكتشفك. انت اللي لازم تروج لنفسك، انت اللي لازم تسوق لنفسك، انت اللي لازم تشتغل وتشوف ايه اللي هيناسبك وايه اللي انت عايز تعمله وتطلع تعمله، وتطلع تبدا وتفهم بقى واحد من الصفر، تفهم ازاي اعمل ده، طب ليه ده، ايه اللي هيناسبني. فخلاصه الموضوع مش عايزه اقول استراتيجي، بس انا كهلا لو حاجه هطلع بيها من السنه دي وادخل بسنه جديده، انا عايزه اعتمد على نفسي واثق في نفسي وقدراتي عشان نفسي مش عشان حاجه تانية. يعني مثلا خليني احكي لك قصه عني كده سريعا. انت عارفه ان انا اول ما بدات مش هتكلم بقى عن السوشيال ميديا والماركتينج وكل الكلام ده، انا اول ما بدات في الكارير بتاعي عامه كنت بادئه، ده انا بتكلم في 7-8 سنين، كنت بادئه بهدف ان انا عايزه اثبت لناس معينه ولنفسي ان انا اقدر اعمل حاجه. مش ده فاهم قصدي؟ اقدر اعمل حاجه. ايوه تحققي حاجه. وكان جاي برضو من جوايا نفسيا ان انا هل انا فعلا اعرف اعمل الحاجه دي ولا لا. فطول الوقت وانا بجري ورا الحاجه اللي انا عايزه اعملها دي عماله افكر حاجات ترجعني لورا، اللي هو طب افرضي ما قدرتش او افرضي ما قدرتيش يا هلا، طب انا هعمل ايه؟ طب انا يعني الفكره بقى فكان انت داخله في تشالنج مع نفسك. كنت اللي هو هل انا فعلا قدها ولا انا باخد ريسك وعنده وخلاص. يعني انا عنيده جدا، فاهم قصدي؟ باخد ريسك وباخد وعنيده وخلاص. لحد لما لقيت اول ريزلت او اول حاجه عملتها ان انا لقيت حد بيقول لي شكرا ان انت ساعدتيني جدا، بصيت على نفسي كده او يعني رجعت لورا كده وقلت لنفسي اللي هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب ما انت زي الفل اهو. ايوه ما انت شاطره اهو، مش مضطره تثبتي لنفسك حاجه ولا لحد حاجه. فلما لقيت وحسيت بالاحساس ده ان انا فعلا ممكن اكون باثر او يلا بساعد، أيوه. الموضوع اتغير واتقلب معايا ان انا مش عايزه، مش مضطره اثبت لنفسي حاجه ولا اثبت لا انا شاطره. لا اثبت ليه؟ ما انا اصلا شاطره. بس ففضلت مكمله بالموضوع ده بجد. ثانك يو والله. يعني اعتقد ان احنا اتكلمنا النهارده عن البيرسونال براندنج بشكل تحفه. ايه رايك؟ بجد لا حلو قوي بجد. يعني اي ثينك ان الناس هتبقى حابه ان هي تعرف اكتر عن البيرسونال براندنج وتعرف اكتر عن الستوري تيلينج، فهلا هتقدم لكم كورس عن البيرسونال براندنج والستوري تيلينج. اكتبوا لنا في الكومنتس بيرسونال براندنج واحنا هنبعت لكم كل التفاصيل. انا مروه معتز وليكس توك.